كنت شغال ايه في مصر؟ ده سؤال حلو وانا حابب ارد عليه بكل تفاصيله، فخليكم معايا شويه. انا اول حاجه اشتغلتها كنت بشتغل في معصره، بعمل خروب وتمر هندي وعرقسوس في المعصره ورا على النار، وبعدين رقوني وطلعوني قدام، بقيت بعصر قصب على النصب قدام. دي اول شغلانه. الشغلانه التانية اشتغلت ميكانيكي، اتعلمت كل حاجه في العربيات. كنت بشتغل كويس، بس انا كنت متضايق ان انا على طول متبهدل، على طول ايديا وسخه، على طول متشحم، وكل يوم متعور في حته. فقررت ان انا اسيب الشغل بعد فتره، وبعد ما اتعلمت كل حاجه وكنت كويس قوي في الشغل الحمد لله. قررت اروح اشتغل في مكان بتاع الوميتال، بتاع الومنيوم، بيعمل شبابيك وبيبان. كنت صنايعي الوميتال، باب وشباك. الاول اشتغلت فني تركيب، كنت بروح اخد مقاسات واركب، وبعدين بقيت باخد مقاسات عشان اقص واقطع الصاروخ، واتعلمت وبقيت كويس. بعدين قررت ان انا اروح اشتغل في مكان تاني بعيد بقى عن الصنعه. اشتغلت كاستمر سيرفيس في مكان، بقيت بتعامل مع بشر. بعدين سبت الشغل ده ورحت اشتغلت في شركه استيراد وتصدير، كنت ريسبشن. وبعد كده رحت اشتغلت في فودافون يو كي. وبعد فودافون يو كي انا عمال افتكر الرحله كده في دماغي، اللي هو انت جيت منين لفين. بعد فودافون يو كي سافرت دبي، اشتغلت في الفطيم كذا سنه. وبعد الفطيم رحت اشتغلت في بنوك. وبعدين نزلت مصر تاني، اشتغلت في جيم، كنت مدرب في جيم. كنت يعني اونلاين كوتش وبيرسونال ترينر في جيم. وبعدين جيت على امريكا ودرست هندسه وبقيت مهندس. لما جيت امريكا اشتغلت اوبر، واشتغلت في مطعم، واشتغلت كذا حاجه لحد ما خلصت دراسه وكده ووضعي اتحسن. بس الحمد لله انا دلوقتي مهندس في امريكا واموري تمام. وضعي اتحسن اكتر، وعشان كده الناس بتقول لي انت بتحب امريكا ليه؟ انا بحب امريكا عشان الدوله دي ادتني فرصه، البلد دي ادتني فرصه ابقى حاجه، وادتني على قد التعب اللي تعبته. انا تعبت في الوطن العربي قد اللي تعبته هنا 1000 مره، ما وصلش لاي حاجه. لما جيت هنا التعب بقى بيتحط في الحته الصحيحه، وبقيت بلاقي مجهودي ده بيرجع نتيجه. فالحمد لله على النعمه اللي احنا فيها، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا على سؤالك، ويا رب تبقوا كلكم بخير.